أهلا بيكم في مراجعة جديدة. تعرف إنك ممكن تحول شكل موبايلك بالكامل لشاشة بلاي ستيشن أو كونسول من غير ولا إعلان رخم. كمان هتقدر تفعل خاصية تشغيل ألعاب المحاكاة زي بي اس بي والموسيقى الخلفية وتتحكم بالدراعات من جوه التطبيق، كل ده بضغطة واحدة في تطبيق ذا أركيد. تعالوا نفعل الثلاث خواص المستخبية دول من إعدادات التطبيق قبل ما ندخل في أي حاجة في المراجعة. من أول دقيقة هعرفك إزاي تفعل الثلاث ميزات المستخبية دي جوه التطبيق، وهعرفك كل التفاصيل عن التطبيق ده. كمان هسيب لك لينك تحميل التطبيق في صندوق الوصف. ما تنساش كمل الفيديو للآخر. لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك دلوقتي وفعل جرس التنبيهات عشان توصلك كل المراجعات الجديدة أول بأول. وتعالوا أول حاجة في مراجعتنا ندخل على الإعدادات فورا عشان نفعل الميزات المستخبية اللي كتير من الناس ما يعرفهاش، ولو ارتبطت بالتطبيق هتفرق معاك في محاكاة الألعاب تماما. ادخل على السيتنج ومنها افتح فيجوال واختار الصوت اللي يشتغل في الخلفية عشان تحس انك قاعد قدام شاشة بلاي ستيشن حقيقي. الميزة التانية كمان فعل الكنترول سبورت وتنقل بزراير الليفت 1 والرايت 1 عشان تتنقل بين قوائم ألعابك بزراعة التحكم بمنتهى السهولة. تعال بقى أقولك على 5 مميزات عموما موجودة في التطبيق هتفرق معاك. أولا بيلملك كل ألعاب الموبايل والمحاكاة في مكتبة واحدة متنظمة جدا، وبيتخلص من كراكيب الشاشة الرئيسية. تاني ميزة هي انك هتلاقي شاشة بدون اعلانات. التطبيق مجاني نضيف 100% من غير اعلانات هتضايقك وانت بتلعب. تالت ميزة مراقبة الاداء في الوقت الفعلي. التطبيق بيعرض لك درجة حرارة الجهاز واستهلاك المعالج والرامات واستهلاك البطارية، كل ده اثناء اللعب. رابع ميزة بقى هقولك عليها هي تخصيص كامل للواجهة. بتقدر تغير أشكال الأيقونات وصور الغلاف والخلفيات والسيم، كل اللي انت هتحبه هتقدر تتحكم فيه. خامس ميزة هو انه بيدعم الشاشة العرضية وتلفزيونات الأندرويد. بيشتغل بسلاسة ومظهر احترافي جدا لو انت بتلعب بالعرض أو موصل الموبايل بالتلفزيون. لما جربت التطبيق انا واصحابي كالعادة عشان نطلع لكم بمراجعة صادقة، خرجت منه باربع مواقف واقعية جدا قابلتني انا وزمايلي واحنا بنجرب التطبيق ده سوا. خلينا اقولها لكم واحدة واحدة. الموقف الاول لما صاحبنا كان اول ما فتح التطبيق صرخ وقال الحقوا، ده مزود الفريمات ومقوي جرافيكس جدا. طبعا مسكت نفسي بالعافية ووضحت له ان التطبيق لانشر لتنظيم الالعاب مش تسريح حقيقي. التطبيق نفسه كاتب في وصفه بوضوح ومصداقية في معلومات التطبيق على جوجل بلاي ان اي تطبيق بيدعي انه بيسرع الرامات او الجهاز بيضحك عليك، لان اندرويد نفسه بيمنع ده. الموقف التاني بقى كنا بنلعب لعبة تقيلة، واحد من زمايلنا اشتكى ان الموبايل سخن وابتدى يقطع. ابتدينا ندور على ميزة الثيرمال مونيتور من اعدادات التطبيق المدمجة وموجودة فيه، ولقينا فعلا حرارة المعالج ضربت في السماء، فقدرنا نعرف المشكلة منين فورا ونريح الجهاز. تالت موقف لما كان واحد من اصحابنا متعود على واجهة السامسونج جيمنج او الشاومي جيمنج، وكان متضايق من اعلاناتهم. لما جرب التطبيق انبهر ان الواجهة شبه الكونسول بالظبط وما فيهاش اعلان واحد يوجع الدماغ. الموقف الرابع بقى لما واحد من اصحابنا قعد ساعة يدور على لعبة البي اس بي القديمة عنده على الموبايل وتاه في الملفات. اول ما شغلنا دمج المحاكاة جوه التطبيق اللعبة ظهرت في القائمة الرئيسية بغلافها وبدأت بضغطة واحدة. نيجي بقى للمهم من واقع التعليقات
الناس الحقيقية على متجر جوجل بلاي ومستخدمين التطبيق. ظهر من تجارب المستخدمين لما راجعناها مع تجربتنا الحقيقية للتطبيق ده انه موجود فيه 3 عيوب واضحين جدا. اولهم اختفاء المجموعات. بعض المستخدمين اشتكوا ان المجموعات اللي بيعملوها بتتمسح او بتفضل وحدها فجأة بعد التحديثات. كمان اكتشفنا ان واجهة اضافة الالعاب يدويا محتاجة شوية تحسين، وده لانها بتاخد وقت لو انت عايز تضيف العاب كتيرة في نفس الوقت. تالت عيب بقى هو غياب الميزات المتقدمة في النسخة المجانية. بعض الاختيارات التخصيص العميق والموسيقى لازم يطلب منك تشتري التطبيق المدفوع. بالنسبة للأسعار، التطبيق تحميله مجاني تماما من متجر جوجل بلاي. في عمليات شراء داخل التطبيق عشان تفتح الميزات المتقدمة بتوصل تقريبا ل$2 شهريا. هو اشتراك شهري بيتجدد وبيسحب فلوسك، والمشكلة انه ممكن يسحب الفلوس بدون اذن. بس التطبيق صادق جدا، مفيش فيه اي طرق ملتوية. مطور التطبيق بيرد بنفسه على التعليقات وبيساعد الناس فعلا. ولو انت بتسألني عن تطبيقات بديلة، ففي عندك نوفا لانشر لو عايز تخصيص عام وملايين المستخدمين بيستخدموه. كمان ميزته انه مخصص للجيمنج بدون اعلانات. تقييمي للتطبيق ده هيكون 8.5/10. هو فعلا يستاهل، تطبيق ممتاز خفيف على البطارية، محترم جدا للناس اللي بتحب شكل الكونسول. ما تنساش اللايك والشير عشان الكل يستفيد، واستناني في فيديو جديد.